السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير على خير. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مع بعض طلبيه جديده وغنشاركها مع البنات ومع الدراري. الطلبيه ديال اليوم البنات هما الفقيقصات المالحين اللي كيجيو على هذا الشكل، كيجيو زوينين وكيجيو بنانين وكيجيو من داكشي الرفيع. ان شاء الله البنات والدراري اللي دخل عند مونيا كيف العاده ما يبخلش عليها بواحد الابوني واحد الكومونتير زوين، هذا فضل من عندكم وشكرا لكم والله يحفظكم. وبلا ما نطول شيء عليكم وندخلوا في المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لهاد الطلبيه ديال الفقاس مالح، عندنا هنا كيلو ديال الدقيق الابيض، عندي هنا 250 غرام ديال الزبده، كاس ديال الزيت، واحد الياغوت مسوس، هنا واحد المعلقه ديال التحميره او الفلفل الحمراء، عندي واحد المعلقه ديال التوابل ديال السمك، عندي واحد المعلقه صغيره ديال السودانيه كتبقى على حسب الذوق، عندي واحد المعلقه ديال البصله كارمه، عندي واحد المعلقه ديال البصله ديال الثومه ناشفه حتى هي كارمه بحال بحال، وعندي هنايا واحد المعلقه صغيره ديال المعدنوس كارم حتى هو كارم، عندي هنايا معلقه ديال الملحه. هادو هما التوابل. دابا غادي ندخلوا للتحضير ان شاء الله. صافي هنا خدينا القصريه ديالنا، درنا الدقيق ديالنا، غادي نضيف كاع دوك المكونات اللي انا ذكرت لكم، الزبده والتوابل كامله اللي انا ذكرت لكم غادي نضيفها، وغادي نبسسها مزيان مزيان مزيان. غادي نبسس هاد العجين مزيان البنات، ندخل فيها جميع ديك الزيت والزبده والياغوت وكل شيء. وعلى فكره البنات هذاك الياغوت كنعبروه ماء، الكاس كنعمرو بالماء، هو اللي كنجمع به العجين في الاخر. الا خصني راني كنزيد. المهم هو انا قدامكم دابا حتى نجمع العجين وديك الساعه غادي تشوف. هنا من بعد فاش بسست البنات ديك الدقيق ديالنا مزيان، كنضيف داك الكاس ديال الياغوت اللي انا خويت من الياغوت، كنضيفو ديال الماء وكنبدا نجمع. ما تجمعات لياش هنا مزيان، هنا ضفت النص ديال الكاس هو اللي ضفت. صافي هنايا العجين ديالنا غادي نجمعوها، كنديها ونجيبها البنات، ما دلكوش لهاد العجين باش يجي مرمل وكيجي زوين، ما دلكوهاش غير كنجمعها وكان باش يندمج ديال داك سميتو مع المكونات كاملين يندمجوا مزيان وخلاص، يعني ما دلكوهاش. هنا كورتها كبيرات صغار على حسب داكشي اللي غادي ندير، كورتها وغادي نديرها في هذا البلاستيك غذائي وغادي ندخلها للثلاجه واحد نص ساعه بحال هكا. هنا من بعد البنات فاش دازت نص ساعه ديال المكانه، صافي كنهز العجين ديالي وكنبدا نشكل فيه. كتستعنوا بواحد شويه الدقيق فريت هكا كتلوحوها فوق سطح العمل، وكنبداو نطلقوا العجين ديالنا وتقادوا في الجناب باش الا كانت شي حاجه مدايره كتقادوها صافي. هنا خلاص من بعد فاش قديت العجينه في الجناب وهذا كلها، كندهنها بالبيض، البيض او البيضه كامله خفقتيها وتدهنوا بها لداخل، كديروه لداخل. هنا سبقت الاولاني بديت بديال الزيتون. الزيتون البنات راه من قبل شديتو قطعته رقيق مزيان، هشيتو في داك ديال باش كنقطعوا المعدنوس والقزبور، هشيتو مزيان مزيان وصافي. هنايا انا كنجمع فيه وكنثبت دائما، تثبتوا العجينه البنات باش ما تبقاش لكم دوك الفراغات من الداخل، وفاش تجيو تقطعوه كيبدا يتفرتت لكم ولو مجمد. ضروري نتوما كتجمعوا، نتوما كتثبتوا بيديكم، كتبركوا على العجين بحال هكذا باش كتثبت العجينه. مشينا دابا للشكل الثاني حتى هو، كندهن العجين ديالي، طلقتها وكندهن العجين ديالي يعني بالبيض، ومن بعد درت البوافو، هذا البافو الخشخاش درتو حتى هو وغادي نقادو مزيان صافي. وغادي نتني عاوتاني العجين ديالنا مزيان. هاد العجينه البنات فاش غادي نستمر بحال هكا تنكمل العجين ديالي كامل، كاع الشكالات اللي انا درت غادي نكملهم، وغادي ضروري ما تدخل هاد العجينه عاوتاني للمجمد واحد الساعه او نص ساعه على حساب المجمد ديالكم كيفاش داير. وعاد تجبدوا البنات وحده بوحده، يعني حربول بحربول تجبدوه وعاد تبداو تقطعوا فيه. هنا انا باقي كندير ديال البوافولا داك الخشخاش،
حيت درت كل شكل درت منه جوج قطبان باش يعني يقدوني العبار اللي بغات السيده. هاد الثاني هذا درت فيه جنجلان بيض وشويه ديال المعدنوس، واحد جوجات هما هادو درت فيهم جنجلان بيض او السمسم الابيض وشويه د المعدنوس. هنا هاد الاخرى اللي بقات ليا غادي نديرو فيها الزعتر، درت فيها الزعتر فقط وغادي نجمعو حتى هو، وغادي نديرها مع دوك الخوته يعني في البلاطو. صافي كلشي راه غادي يدخل دابا للمجمد كما قلت لكم، واحد جوج سوايع على حساب المجمد واش كيجمد دغيا او لا. وكما قلت لكم يبقاو في المجمد وتبداو تجبدوا واحد بواحد وانتم كتقطعوا. هنا البنات من بعد فاش جمد لينا هذا الفقاص ديالنا، هانتوما كنجبد واحد بواحد وكنبدا نقطع، وإلا بان الا خرج شي هذا الشيء فرتيته هكذا في الجناب راه كنردها بالموس. ضروري من هذه المسائل، ماشي ضروري غنقول لكم راه ما غيخرجش لكم في الجنب، ضروري كيخرج شي حاجه هكذا كنردوها بالموس اللي حنا كنقطعوا به كنردو به. هنايا خلاص انا قطعته، الفران كيسخن على 180، غادي نردو على 150 البنات. دائما تحضيو الفران ديالكم. هنا شوفوا الفقيقسات ديالنا من بعد فاش طيبناهم كيجيو موحدين وكيجي طيابهم يعني كما قلت لكم تنقصوا البوطه او تنقصوا يعني هذا ديال الكهرباء. الا كنتو دايرينه في الفران الكهرباء تنقصوا على 150 وتقابلوا البنات حتى كيجي اللون ديالو بحال هكا، كيجي يعني محمر، ما يجيش محروق وما يجيش مخطوف، باش تجي فيه ديك التقرميشه ديال الفقاص. هنا انا كنعبر هادو ديال الكوموند اللي عندي. وهذا مكان البنات، وان شاء الله هنا يعجبكم الفيديو، يعجبكم هذا الروتين اليومي ديال مونيا، وان شاء الله واحد شويه نتلاقاو باش تشوفوا الشكل ديالهم النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الفقيقسات ديالنا المالحين، كيجيو على هذا الشكل هكا. وبصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.